السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد، والفيديو بتاع النهاردة هنعرف الفرق بين معادلة كونكات وتكست جوين. هنعرف الفرق بينهم بالتفصيل، وهنعمل أمثلة عملية علشان نفهم المعادلتين بكل سهولة. يلا بينا نروح نشوف المعادلات بتاعتنا. هنيجي بقى عند الشيت بتاعنا ونبدأ نستخدم أول معادلة معانا، وهي معادلة كونكات. طب المعادلة دي بتعمل إيه؟ المعادلة دي بتجمع الأسماء مع بعضها أو الكلمات مع بعضيها في خانة أو في خلية واحدة. أول خطأ معانا بيقابل ناس كتير، وهو إن هو بيجي يكتب بيساوي وبعد كده بيقول له كونكات زي ما احنا شايفين قدامنا كده، كونكات. وبعد كده بيجي يحدد الاسم الأول ويعمل فاصلة، وبعد كده يعمل الاسم التاني ويروح عامل فاصلة، ويحدد الاسم التالت ويعمل فاصلة ويقول له انتر. طبعا بيلاحظ ان الكلام او الاسم لزق في بعضه، وده طبعا غلط. طب ازاي بقى ان احنا نعمل الصح؟ اول حاجة طبعا هنمسح الحاجات دي كلها كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. هنمسح كله ونسيب القوس الأولاني ده، وبعد كده نيجي نحدد أول اسم، بعد كده نعمل الفاصلة وهنعمل علامتين تنصيص بالشكل ده، وبعد كده بين كل علامة وعلامة نعمل مسافة، مسطرة يعني. وبعد كده نعمل علامة تنصيص مرة تانية ونعمل فاصلة. بين كل اسم واسم هنعمل نفس الموضوع، نحدد بقى الاسم التاني ونعمل نفس الفكرة، فاصلة، علامة تنصيص كده زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد كده هنعمل فاصلة تانية ونحدد الاسم التالت ونعمل فاصلة، ونعمل علامتين تنصيص برضو نفس الفكرة بالشكل ده. وبعد كده نقفل القوس ونقول له انتر. زي ما احنا شايفين كده هو بدأ ان هو يظبط لنا الاسم بتاعنا احمد ابراهيم السيد، يعني اللي بيتحكم في المسافات زي ما قلنا علامتين التنصيص اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. هنيجي بقى ان احنا نطبق المعادلة كده بالشكل ده على باقي البيانات بتاعتنا زي ما احنا ملاحظين كده. بس هنا في مشكلة، وايه هي المشكلة؟ ان في مسافات كبيرة جدا بين او في الخلايا بتاعة الاسماء دي. طب ازاي نعرفها او ايه هي المسافات دي؟ هنيجي مثلا ناخد الكلام ده كنترول سي او الاسم ده كنترول سي، تعالى في اي خلية فاضية اضغط كليك يمين، اختار بيست فاليو بالشكل ده اللي هي واحد اتنين تلاتة، تاني واحدة على طول اضغط ضغط عليها. وبعد كده تعالى فوق كده وقف بالماوس، هتبص او هتلاحظ ان في مسافة بين بعيدة عن الاسم. لو رجعنا ورا سنة المفروض ان هي تبقى كده. طب ازاي بقى ان احنا نشيل المسافات دي؟ ده اول حاجة طبعا هتيجي ان انت قبل المعادلة بتاعتك، طبعا في ناس بتشيل المسافات دي لان مثلا لو بيانات كتير وخلايا فبتبقى عايزة المسافات تبقى مظبوطة، وطبعا علشان البيانات تبقى متنسقة هنيجي هنا كده بعد يساوي وهنكتب تريم زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنختارها ونقفل الأقواس بتاعتنا في الآخر بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. قول له انتر، هتلاقيه كل المسافات اللي موجودة في الخلية اتشالت. نطبق بقى بقية المعادلة على الباقي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، أو نسحبها، مفيش أي مشكلة. طبعا هنا أنا عملت جدول تاني علشان نبدأ نطبق عليه معادلة تكست جوين. طيب هنا برضو بيقبل، خلي بالك معانا أرقام، يعني لو جيت كتبت هنا واحد مثلا وكتبت اتنين وكتبت هنا تلاتة هيقبل معاك عادي، مفيش أي مشكلة. نيجي بقى نستخدم معادلة تكست جوين، أنا بفضلها عن كونكات، يعني هي أفضل في الاستخدام، وهنعرفها مع بعض دلوقتي. أول حاجة لو خدت بالك أنا طبعا عامل هنا خلايا فاضية علشان برضو هنطبق عليها المعادلة. هنيجي كده إن إحنا نكتب يساوي وبعد كده نكتب تكست جوين بالشكل ده أهي. وبعد كده أول حاجة طبعا إحنا بنعملها هنا، إحنا كنا بنحدد الاسم وبعد كده نرجع نعمل فاصلة، علامتين تنصيص، فاصلة بين كل اسم. هنا لأ، هنا هتعمل بقى علامتين تنصيص كده زي ما إحنا شايفين قدامنا بالشكل ده، وهتعمل فاصلة. هيبدأ يظهر معاك حاجتين، true و false. طبعا true معناها ان انت تجاهل الخلايا الفاضية اللي موجودة داخل الجدول، وفولس طبعا ان هو يحسبها مع المعادلة بتاعتنا. طبعا احنا بنختار دايما true. بعد كده هنعمل فاصلة زي ما احنا شايفين، بيقول لك حدد بقى التكست بتاعتك. طبعا احنا كنا بنحدد هناك حاجة حاجة او اسم اسم، هنا لا، هنا هتيجي هنا كده تروح ساحب التكست بتاعتك كلها او الخلايا بتاعتك كلها. بعد كده اقول له انتر زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا هيبدأ ان هو يدمج لك الاسماء مرة واحدة، وهيتجاهل الخلايا الفاضية. اضغط بقى دبل كليك بالشكل ده علشان يبدأ يطبق لك المعادلة على باقي البيانات. طبعا لو خدنا بالنا بقى من المعادلة، ان المعادلة بتاعة تكست جوين دي اسهل
وأفضل من كونكات. لو جينا لاحظنا كده هنا بُص المعادلة يعني بسيطة جدًا واستخدامها سهل جدًا، لكن هنا لازم إن أنت بين كل معادلة تعمل مسافة وزي ما إحنا شايفين وبعد كده بتحدد الtext الأولاني وتعمل مسافة والtext التاني وهكذا. طبعًا text join أفضل في الاستخدام وأسهل. طبعًا إيه بقى الفرق بين الاتنين أو دي موجودة ليه ودي موجودة ليه؟ طبعًا text join دي جديدة concat دي بتستخدموها في بعض الإصدارات الإكسل القديمة، فعلشان كده هي موجودة. طبعًا لو أنت جيت استخدمت كونكات في بيانات كتيرة عندك فالموضوع هيبقى صعب جدًا، فالأفضل إن أنت بتستخدم text join لإنك أنت بتقدر تحدد الخلايا كلها مرة واحدة، هنا لازم تعمل فاصلة بالشكل ده وتبدأ تحدد خلية، خلية. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشير الفيديو علشان الكل يستفاد وتعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم.